قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. ده أنت يا عم بتدعي بحاجات إيه؟ بيقول له رب أنا كبرت وعجزت وعظمي شاب وعظمي داب وشعري شاب ومراتي عاقر وعايز ولد. يجيبوا لك ازاي الولد كده؟ يجيب لك الولد ازاي وتعمل تقول له انا كبرت وعجزت وشبت ومراتي عاقر؟ امال بتطلب الولد ليه لما انت عندك كل ده؟ اسمع بقى. قال وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى قبل ما يصلح له المرأة، يعني هيوهبها له وهي عاقر برضه. مش قال له فاصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى، لا، قال الاول يحيى وبعد كده المرأة. قال فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. ليه؟ القصه كلها ليه؟ انهم كانوا اهي كانوا دي زي كان بتاعت مين؟ بتاعت يونس برضه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات. قبل ما يشيب كده كان طيب وكان كان بيعبد ربنا وكان بيدعي وبيتضرع. انهم كانوا الرصيد بتاعه ربنا اداله ولد على كل مواصفات ما ينفعش حد ياخد فيها ولد، بس رصيده تقيل مع ربنا. رصيده خلاه يديله ولد ومراته عاقر يا جدع. شوف الرصيد بيعمل ايه. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا تاني اهو لنا خاشعين. رصيد ياما. 3 ماشيين دخلوا الغار، جت صخره كبيره سدت الغار. هيقعدوا بقى لا اكل ولا شرب ومع تعبين ومع قارب وليله سودة في الغار. وبعدين اسمهم ايه دول؟ اسمهم ميتين. قعدوا يزقوا صخره، مش هتزق صخره كبيره خلاص ولا حد يعرف يخش وفي قلب الصحراء ولا حد شايفهم خلاص. قعدوا مع بعض هنعمل ايه في الورطه دي؟ فكل واحد قال لهم يعني مش هينجينا من القصه دي. قال اللي احنا ندعي بصالح اعمالنا. دي اللي انا بقول لك عليه لما سبتك دقيقتين. حط نفسك مع واحد مكان ال3 اللي في الغار دول. الاول قال له يا رب كنت ببر لامي وابويا، الصخره اتزقت شويه بس ما ينفعش يطلعوا برضه. الثاني ما كان عايز يذنب بنت عمه بيحبها كاسد الرجال وبقى قعد عليها قالت له لا تفض الخاتم الا بحق يامن عليها وهو موضع الراجل من مراته، يعني ما ينفعش حد يقوم دلوقتي. امن عليها قال له يا رب الصخره تيجي شويه بس برضه ما ينفعش يخرجوا. الثالث واحد ساب له 10 جنيه ومشي اجير عنده، شال ال10 جنيه دي شالها. قعد الراجل جاي ما جاش قال له هات بيها خروف. جاب له خروف ورماه. الخروف ده يولد ويولد 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 عمل ولد. جه بعد سنين الراجل قال له خليه عندك 10 جنيه صح؟ قال له كل ده بتاعك. قال له ما تتجنش عليا بقى بكلمك بجد انا عايز ال10 جنيه. قال له والله كل ده بتاعك، انا جبت لك خروف الخروف جاب الوادي ده كله. قال له كل ده بتاعي انا خدهم وامشي؟ قال له والله خدهم وامشي. خدهم ومشي. قال له يا رب لو انا قال له يا رب لو انا عملت كده عشان اعينيك فوق الصخره مشت وطلعوا. ايه اللي نجاهم برضه؟ رصيدهم برضه. خلي بالك من موضوع الرصيد ده. النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الطبراني والحديث صححه الالباني من حديث ابو امامه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني ايه؟ يعني العبد الذي يساعد الناس محتاج فقير من يصنع المعروف للمسلمين ده ما يموتش على سوء خاتمه. اللي بيجري في مصلحه المسلمين ويساعد ارمله فقير مسكين يتيم ما يموتش موت خاتمه. انسى كده. النبي قال كده صنائع المعروف تقي مصارع السوء ما يموتش على خاتمه. برضه اللي هيخليه ما يموتش على خاتمه برضه رصيده برضه. تعالى هسمعك ايات كتير كده خد بالك من الحديث كده هتفهم اللي انا عايز اقوله لك. عند مسلم من حديث ابو هريره يقول النبي صلى الله عليه وسلم
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. رصيد اهو. ايه اللي يحصل؟ نفس الله عنه. نفس يعني شال، يعني نجاه، يعني اغناه، يعني دواء، يعني ساعده، اي حاجه بقى. قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رصيده خلاه. من يسر على معسر، رصيده يسر الله عنه يوم في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما، رصيده ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الرصيد. أقول لك على حاجة. سيدنا عبد الله بن الزبير كان معدي ولقى عائشة بتصلي بتقول كده، هو سمعها بتقول كده، تقول إن كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقفت عائشة رضي الله عنها وقالت فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وسمعها هو فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، سابها ومشي بعد العشاء. عايز اكلمها في موضوع جالها قبل الفجر، لا بتقول فمن الله على نفس الحكايه. تعالوا نشوفوا الايه دي كده. قال ربنا بيقول واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. المؤمنين لما دخلوا الجنه بيقعدوا قعده جميله زي اللي احنا قاعدينها كده، قاعدين مع بعض بيضحكوا. قال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. يقول فاكر كنا خايفين، كنا بنخافوا من ربنا احنا. فمن الله علينا ووقانا عذاب سموم. من عليهم ووقاهم عذاب السموم بايه؟ برصيدهم من الخوف. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول ابن كثير لما كانوا خائفين من ربهم ومن يوم الحساب وقاهم ما كانوا يخافون منه. ليه؟ كل ذلك لرصيدهم مع الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. دي واضحة دي. تتحبب إليه، تقترب، تتعبد، تجتهد، تنشط في العبادة. وانت شاب يعرفك لما تكبر، وانت غني يعرفك لما لما تبقى فقير، وانت معافى يعرفك لما تبقى مريض، وانت فرحان يعرفك لما تبقى حزين. معنى يعرفك يعني يشفيك، يغنيك، يفرج كربك وهمك، يقف معك، يعينك. لما شاف الله سبحانه وتعالى سيدنا أيوب من مرضي قال له بعدها قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أهي إنه أواب دي اللي عمل اللي نجت يا أيوب. مش دعائه برضه، مش دعائه بس، زي ما مش لا أنت سبحانك بس، في رصيد مع الدعاء. قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد. يعني إيه أواب؟ كثير الرجوع إلى الله. يعمل ذنب يعيط ويزعل ويندم ويرجع ويتوب ويسجد. أهي دي اسمها أواب دي. رصيده برضه. أقول لك على حاجة، الرصيد ده ينجيك في وقت. أقول لك الوقت ده عيش معاه كده. طيب قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. في قراءة قالت هيأت نفسي لك. هيأت لك بفسرها لك. يعني شاب صغير قوي جميل في قصر المرأة، عبد عندها، لازم يسمع كلامها. والمرأة شابة وجميلة وغنية وسيدة ومنصب وجاه وجمال، وهي التي تطلب، وهي التي راودت، وهي التي غلقت الابواب، وهي التي لبست وتزينت وقالت له هيت لك. معلش قول لي بقى الشيخ قال له ايه بقى؟ قال له وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إيه اللي نجاك يوسف من القصة دي؟ ما حدش ينجو منها على فكرة. إنه كان من عبادنا الإخلاص اللي نجاك. في رواية المخلصين، أخلص عبادته، نقى قلبه، خلى قلبه نقي، يا إما كان مخلص. اجعل رصيدك ينفعك عند سكرات الموت. اجعل ليك رصيد يثبتك. خلي ليك ورد من القرآن، خلي ليك صلاة على النبي بعدد معين، مش بلاش معين عشان ما تبقاش بدعة. صلي على النبي كل يوم 1000 2000 مرة. اعمل عبادة محدش يشوفك فيها ومحدش يعرفها عنك. خبيث عمل بيقولوا عليها. اعمل حاجة
اعمل رصيد لما تيجي تموت تقدر تقول لا اله الا الله. لما تنزل قبرك وتسأل تقدر تجاوب. اعمل رصيد لما تيجي قدام الميزان رصيدك يعلى وميزانك يطب. لما تيجي تمشي على الصراط تمشي عدل. اعمل رصيد يدخلك الجنة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.